عمرك حسيت إنك بتتعب من الناس حواليك؟ واحد مش عاجبه كلامك، واحدة بتتدخل في حياتك، صاحبك بيتأخر كل مرة، وتلاقي نفسك مخنوق. ميل روبنز، واحدة من أشهر الكاتبات في التنمية البشرية، جابت لنا الحل في كلمتين بس: let them، يعني سيبهم. الكتاب ده مش ترند وبس، ده فلسفة حياة، والنهاردة هنلخصه سوا فصل ورا فصل، ونشوف ازاي نطبقه في حياتنا اليومية في مصر. الفصل الأول: ليه حياتك بتضيع على اللي مش في إيدك؟ إحنا بنصرف طاقة رهيبة في محاولة السيطرة على الناس. ميل بتحكي إن ليلة حفلة تخرج ابنها كانت عايزة كل حاجة تبقى مثالية، لكن صاحبتها قالت لها let them، سيبيهم يعملوا اللي هم عايزينه وركزي في نفسك. ومن هنا النظرية اتولدت. تخيل إنك في فرح والدي جي مشغل أغاني مش عاجباك، بدل ما تفضل تتعصب وتشتكي، let them، استمتع باللحظة، أو ببساطة امشي على ذوقك. الفصل الثاني: let them and let me. النظرية ليها جناحين: let them، تسيب الناس يعملوا اللي هم عايزينه. let me، أنا اختار رد فعلي ومسؤوليتي. صاحبك اتأخر، let him، بس let me أقرر هستناه ولا أروح أكمل يومي. أنت مستني ميكروباص من نص ساعة والسواقين بيعدوا مليانين، let them، سيبهم. let me، أطلب أوبر. الفصل الثالث: التوتر هو العدو الخفي. التوتر بيخلينا نتخيل إننا نقدر نسيطر على كل تفصيلة، لكن الحقيقة التوتر مش من بره، ده من رد فعلنا إحنا. لو الناس بتعمل دوشة حواليك، let them. let me، ألبس سماعة واسمع بودكاست. راكب المترو والدنيا زحمة وخانقة وفي حد بيزق، بدل ما تتعصب وتدخل في خناقة، let them. let me، أشغل قرآن أو موسيقى تخليني أهدى. الفصل الرابع: مشاعرك مش ملعب مفتوح. محدش يقدر يتحكم في مشاعرك من غير إذنك. زميل شغلك قال كلمة جرحتك، let him. let me، أرد بهدوء أو أتجاهل وأكمل شغلي. أنت في طابور العيش وحد حاول ياخد دورك، بدل ما تخلي يومك يبوظ، let them. let me، أقول للخباز بكل هدوء أنا كنت الأول، وكل واحد يقف في دوره. الفصل الخامس: اتعلم تسمع وتعدي. كل واحد عنده رأي ومش لازم توافقه أو تغيره. عملت مشروع وحد قالك مش هينجح، let them. let me أكمل واثبت العكس. بتفكر تفتح كشك قهوة صغير وحد من قرايبك قالك دي فكرة فاشلة، let them يقولوا. let me أجرب وأخلي الناس تحكم. الفصل السادس: النضج العاطفي مش عند الكل. مش كل الناس ناضجة، في ناس مهما كبرت لسه بتتصرف زي عيال. مش شغلك إنك تربيهم، let them يتصرفوا. let me أحافظ على حدودي. في الشغل مديرك بيتعصب ويزعق من غير سبب، بدل ما تشيل الهم، let them. let me أخلص شغلي وأحافظ على هدوئي. الفصل السابع: الصداقات والعلاقات. العلاقات ليها 3 عناصر: القرب، الطاقة، والتوقيت. لو ال3 مش موجودين، العلاقة هتبهت. let them يبعدوا لو مش مناسبين. let me أشوف علاقتي دي لسه نافعة ولا لأ. صاحبك من المدرسة، زمان كنتوا مع بعض طول الوقت، دلوقتي كل واحد ليه طريق مختلف. بدل ما تلومه، let them. let me أفتكر اللحظات الحلوة وأكمل حياتي. الفصل الثامن: ساعد بس ما تحاولش تنقذ. الدعم غير الإنقاذ، ما تحملش نفسك مسؤولية حياة غيرك. استخدم نموذج ABC: apologize، اعتذر، back off، ارجع خطوتين، celebrate، احتفل بأي تقدم هو يعمله. صاحبك في الكلية مش بيذاكر وبيسقط، بدل ما تفضل تشيل شيلته، let them. let me أساعده مرة، لكن هو لازم يعتمد على نفسه. الفصل التاسع: الحب الحقيقي هو الأصالة. في العلاقات الرومانسية، let them معناها تسيب اللي قدامك يبان على حقيقته. لو بيقدرك هتشوف، لو مش بيحترمك برضه هتشوف. let me أقرر أستمر ولا لأ. واحدة مرتبطة بشخص بيطنشها أيام وسايبها تعيش في قلق،
لا الدم. لا تمي أسأل نفسي، العلاقة دي بتديني أمان ولا وجع؟ الفصل العاشر والأخير، عصر لا تمي. الكتاب بيختم برسالة قوية: دخل على حياتك عصر جديد اسمه Let Me Era، يعني خلي تركيزك عليك، سيب اللي مش في إيدك وعيش حياتك على إيقاعك. واحد قاعد يضحك على هدفك إنك تخس 10 كيلو، لا الدم يضحكوا، Let Me أروح الجيم وأكمل الدايت. الخاتمة، الخلاصة، الحرية النفسية في كلمتين: Let them، سيب الناس، و Let me، ركز على نفسك. جربها يوم واحد وهتشوف قد إيه هتحس براحة بال وخفة. ولو عجبك الملخص ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنوا الملخص الكتاب الجاي في كبسولة جديدة.